ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الكشري المصري اللي بياخد حلال كتير بطريقه جميله جدا، وان شاء الله الطعم يعجبكم. اول حاجه هبدا بيها ان اقطع البصل عشان اخد الزيت بتاعه واستعمله في كل مكونات الكشري. هقطع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لا يكون رفيع ولا يكون تخين، بالشكل ده كده، واقطعه شرايح طويله. وبعد كده هفرقه كله عن بعض، هو بيتفرق اصلا بسهوله. انا لما بقطعه بالطريقه ديت بيتفرق بسهوله زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هحط عليه دقيق. الخطوه ديت اختياري، في ناس بتحمره من غير دقيق وفي ناس بتحط عليه دقيق. انا عن نفسي بحط عليه دقيق عشان لما بيجي يتحمر بيبقى مقرمش جدا وبيديني لون ذهبي حلو خالص. بعد كده هجيب برضو المنخل عندي وهنخل البصل كويس جدا عشان اي بواقي من الدقيق تنزل من البصل. زي ما انتوا شايفين كده، في طاسة عندي سخنة فيها زيت غزير. زي ما قلت لكم انا هستخدم الزيت في كل مكونات الكشري. هنزل بالبصل بس مش هنزل بيه كله مرة واحدة عشان ما يشربش مني زيت وما يطلعش مقرمش. نزلت بكمية وبعد كده هنزل بالكمية التانية. دي عندي الطماطم اللي انا هعمل بيها الصلصة، حطيت فيها قرن فلفل احمر لتعزيز اللون. البصل عندي زي ما انتوا شايفين كده اداني اللون الذهبي الحلو ده. مش قادرة اقول لكم البصل قد ايه مقرمش ولونه ذهبي وجميل. شايفين عامل ازاي؟ هنزل عليه برشة كمون. بعد كده بقى هصفي الزيت من بواقي البصل ومن الدقيق اللي اتراكم فيه زي ما انتوا شايفين كده. وفي نفس الطاسة همسحها بس احطها على النار وهعمل فيها الصلصة. هحط عندي شوية زيت وشوية توم، وكتر التوم بقى عشان صلصة الكشري بتحب التوم. وهنزل بشوية كزبرة ومعلقتين خل. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم ومعلقة سكر وشوية كمون وملح. وبس كده، دي الصلصة بتاعت الكشري، مش محتاجة اي حاجة تاني. تركاية مهمة، صلصة الكشري ما بتبقاش تقيلة، صلصة الكشري بتبقى خفيفة شوية. دول شوية العدس. انا بصراحة كنت يعني حاساهم مش هيكفوا الكشري بس لقيتهم زادوا والحمد لله يعني طلعوا حلوين. هسلق عندي العدس في طاسة على النار بقى ولا في حلة. هنعمل بقى الرز بشعرية. حطيت شوية زيت برضو من بتاع الكشري، انا بحب الشعرية اكتر بصراحة. وحطيت حتة توم صغيرة وشوية كمون وهحمرهم مع الشعرية. وبعد كده هنزل بالرز والمية. مكونات الرز بشعرية المصري بتاعنا العادي خالص. بصراحة انا بحب الكشري ما يكونش فيه رز كتير، انا عن نفسي كده. مين زيي؟ بعد كده اغطي على الرز واسيبه بقى يتشرب المية ويستوي براحته. شايفين الصلصة عاملة ازاي؟ انا عايزة السوم كده بالظبط. حط لها بقى كمون وحط لها الحياء بتاعها وظبطيها. العدس بتاعي اهوت استوى. بتك عليها كده لو لقيتها خلاص، بتبان بصوابعي اصلا ان هي استوت. شايفين الرز عامل ازاي ولون الشعرية؟ هقلبه بس كويس عشان ما يكتلش مني. كده انا خلصت كل مكونات الكشري بتاعي. خلصت الرز والمكرونة، لسه المكرونة لسه. هنعمل مع بعض الدقة اللي هي الحامية. انا مش عارفة اسمها ايه بصراحة، انا بقول عليها الدقة اللي هي الحارة دي. معايا هنا شوية زيت. اول ما الزيت عندي سخن حطيت معلقة شطة، وبعد كده هحط معلقة صلصة من بتاعة الكشري وهقلبهم كويس مع بعض. وبس كده، وبقت عندي الدقة اللي هي الحارة ديت بتاعة الكشري جاهزة. هحطها في طبق وهركنها على جنب. وفي نفس الطاسة هنعمل برضو الدقة اللي هي بالثوم والخل. حطيت شوية زيت وهحمر فيهم التومة. سيب التومة لما تاخد لون ذهبي. المية بتاعت المكرونة عندي غلت، حطيت فيها المكرونة. مكرونة بتاعت الكشري بتبقى المكرونة اللي هي الخواتم الصغيرة وسباجيتي. والمتوفر عندك، انا كان متوفر عندي الهلالية، ما كانش متوفر عندي اللي هي الخواتم دي. التومة عندي احمرت
هنزل بنص كوباية خل وعصير ليمون وشوية كمون، بس كده، سهلة خالص. هحطهم في كوباية وهركنهم على جنب للتقديم برضو. كده الكشري بتاعي خلص. يعني الكشري المصري اللي بياخد حلل كتير ده انت بتستخدمي كل عيون البوتاجاز. المكرونة عندي استوت، هصفيها، ما بتتغسلش، بصفيها. يلا بقى للتقديم. التقديم زي ما انت حابة، كده كده كله بيتقلب على بعضه في الاخر. انا حطيت مكرونة والرز بشعرية والصلصة والعدس بجبن. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. مع السلامة.